صلوا على النبي يا حبايبي وتعالوا شوفوا فيديو تحضير الفراخ. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام وادخلوا الفيديو وشوفوا القمر والجمال والفراخ اللي اتربت من غير ولا نقطه دواء يا جماعه، وذبحت منها. بصوا انا ماليش انزل الفيديو غير لما اذبح منه واشوف نتيجه الفراخ. بجد الفراخ ما شاء الله اللهم صل على النبي ولا حول ولا قوه الا بالله. فراخ تحفه. شايفين الفراخ نشيطه ازاي؟ شايفين كلها نشاط وكلها حيويه ازاي؟ اكلها وحاجتها. بس يا مالك بقى، بس يا مالك مالك مبسوط جدا بالفراخ. انا بقى اقعد كده اتفرج عليهم يا جماعه، اتفرج على منظر الفراخ وهي بتاكل وتشرب كده ونشيطه كده وكلها حيويه ونشاط. فرخه كله حيويه ونشاط. تعرفي ان فرخه تمام ومية مية. انا ربيتهم على اللنده العاديه، اللنده البيضه دي مفيش غيرت لندتها. ربيتهم على الميه والعلف وبس فقط لا غير يا جماعه. دوره فراخ بجد بلدي بلدي بلدي، يعني طعم وجمال وحلاوه. انا الفراخ البيضه ذبحتها قبل الفراخ التانية الحمراء يا جماعه. الفراخ البيضه قبل السيسي. بس فيديو الفراخ بعد ما كبرت بجد اتمسح من عندي، معرفش اتمسح من عندي ازاي، بس الفيديو عندي كده كامل يا حبايبي. وربيت الفراخ على الميه والعلف وبس. بس اهم حاجه عندي التدفئه، النشاط الفراخ يكون نشط كده وجميل معاكي. وجبت مضاد للسموم اول ما الفرخ تم 20 يوم، وحاولت اغير العلف من علف ناعم لعلف خشن. جبت مضاد للسموم، هو ده بس اللي انا الدواء اللي انا جبته للفراخ. لكن تحضير على الميه بسكر، الدفى، الحراره بتاعت الفراخ، تنظيف الفراخ، فرشه جميله نظيفه للفراخ. بس هو ده كل محتويات الفراخ عندك، وتاخدي احلى فرخ ويكبر معاكي ويبقى متربي في البيت. هو ده الفرخ اللي فعلا فعلا متربي في البيت. تعالوا بقى نشوف النتيجه بتاعتنا والفراخ والقمر. عندي بقى الفراخ الساسو، الفراخ البلدي. سلمى عادي معاكم الكاميرا كده. عندي اولاد الفراخ الساسو والفراخ البلدي. ذبحت كل فراخي وخلاص كده. يومين بشله وخضار والحاجات الحلوه بقى. كنت مجهزه بط كده. بصوا يا جماعه البط بتاعي، بصوا نظافته وحلاوته. بصوا البط عامل ازاي ما شاء الله. شايفين الجمال يا اولاد؟ شايفين البط عامل ازاي؟ ولا الفراخ بقى يا جماعه؟ بصوا بقى ما شاء الله. فرخه 3 كيلو ونص بالظبط. حاجه كده ايه، عسل، حاجه بيتي متربيه في البيت كده، وطعمه وجميله وطعمها تاكلي صابعك وراه. ليه بقى طعمها حلو؟ ليه طعمها حلو؟ ليه الفرخه تحسيها زي ذكر البط كده؟ ليه؟ لانها واكله علف وميه وبس، مفيش ادويه، مفيش حاجه تنفخ الفرخه، مفيش حاجه تغذي الفرخه وتكبرها قبل اوانها، حاجه واخده راحتها في التربيه. متربيه على الاكل والميه بس، مفيش اي اعلاف، مفيش اي حاجه خالص، مفيش الا الحاجه بتاعتك اللي انت بتحطيها كده للفراخ، علف وميه وبس. وتدفيه. التدفيه يا بنات اهم حاجه للفراخ. التدفيه اهم حاجه للفراخ، بتخلي الفرخه تكبر معاكي وتبقى زي السكر. عندي البط بتاعي اهو، شايفين؟ دي البط يا جماعه، دي بطه رقبتها طويله ازاي. دي بطه يا جماعه، شايفين؟ كرة بط. ذبحت بط وذبحت فراخ، ومن كام يوم ذبحت الفراخ البيضه. ودي الفراخ الساسو يا ولاد. فرخه جايبه معايا 3 كيلو 3 كيلو ونص. حاجه كده ايه، اللوز حاجه كده عسل، تاكلها كده وانت مغمضه، ما تحسيش كده بالحاجه السكاره وطعم. وكفايه انها عندك، وكفايه انت مربيها على ايدك تربيه بيتي من بيتك زي العسل كده، حاجه كده سكر كده. قعدت عليهم بقى النهارده ونضفتهم، ولا منضفه ولا الكلام ده خالص. بصوا دي الفرخه يا ولاد، دي فرخه. لايك بقى واشتراك في القناه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي ويوصلكم كل جديد. وشوفوا فراخ وشوفوا بط وشوفوا حاجات جميله وحاجات الارياف الحلوه الجميله يا جماعه، والحاجات اللي تفتح النفس دي. بصوا وازاي نربيها وازاي نكبرها من غير اي ادويه، من غير ما نفضل نسال ونقول نحط ايه للفراخ، نكبر الفراخ بتاعتنا ازاي. لو الفراخ جالها ايه نعمل لها ايه؟ لا يا حبيبتي، ده في فراخك. اظبطي التدفئه بتاعتهم، نشفي تعقلي تحتهم ناشف، اظبطي علفهم، ظبطي امورهم، وخليهم زي تعتني بيهم زي الطفل بتاعك. هتلاقي احلى فراخ واحلى نتيجه وهتاكلي احلى فراخ. حبيبه قلبي ما تنسليش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ويوصلكم كل فيديوهاتي. باي حبايبي الحلوين. لايك واشتراك في القناه وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت الكل يصلي على الرسول في التعليقات.